8 فنانات رغم جمالهم ملقوش ابن الحلال وما اتجوزوش. ايه اللي منعهم؟ ايوه هي جميلة وبيقولوا ان 1000 من يتمناه بيقولوا، لكن الحقيقة انها ملقتش وسطهم واحد بس مناسب. مي عز الدين. مي من الفنانات اللي ما اتجوزوش لحد دلوقتي، وما ارتبطتش غير مرة واحدة بس في حياتها من لاعب كرة القدم محمد زيدان، واللي انفصلت عنه بعد شهور قليلة من خطوبتهم. وصرحت مي وقالت في أكتر من مرة إنها ما اتجوزتش لحد دلوقتي لأنها بتدور على الحب. نرمين الفقي. برغم من وصولها لسن 50 إلى إنها ما اتجوزتش، ما لقتش فارس الأحلام يعني بالبلدي. وطبعا نرمين ما سلمتش من الإشاعات، ومن أكبر الإشاعات اللي طردتها جوازها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. وصرحت نرمين وقالت عن تأخر جوازها إن الجواز اسمه ونصيب، والحياة مش هتدي الإنسان كل حاجة. إليسا. مفيش اختلاف على إن إليسا هي ملكة الإحساس، لأنها غنت أهم الأغاني الرومانسية، بس بالرغم من كل ده لسه ما اتجوزتش لحد النهاردة. إليسا ارتبطت بأشخاص ما صرحتش على هويتهم الشخصية، بس علاقاتها دي ما اتكتبتش ليها إنها تكمل. ومؤخرا ظهرت إشاعة بتقول إنها اتجوزت من المصور اللبناني وديع النجار، لكنها نفت الإشاعة. إليسا قالت إنها كانت تتمنى تكون لما سنها كان أصغر من دلوقتي، ومع ذلك هي مش ندمانة، لأن الناس ما اتخلقوش كلهم عشان يخلفوا. حرية فرغلي. القدر منح حرية من إنها تتجوز رغم إنها قربت على 50، لأن المرتين اللي ارتبطت فيهم حرية ما كملوش على خير. فأول مرة مثلا انتهت خطوبتها بسبب إن جوزها شاف دورها في فيلم كلمني شكرا، والخطوبة التانية اتوفى خطيبها قبل فرحهم بأيام في حادثة. أروى جودة. بالرغم من إنها اتجوزت سن 40 لكنها مرتبطتش إلا مرة واحدة في حياتها من الممثل التركي أوزجان دينيز، ولكن ارتباطهم ده مكملش ومن بعدها ما اتجوزتش، وده لأنها ملقتش الشخص اللي قدر يقنعها بالجواز لحد دلوقتي. وقالت أروى إنها فكرت في فترة من الفترات في تجميد بويضتها لأنها نفسها تبقى لما تاخد خطوة الجواز. منة شلبي. انتشرت إشاعات بتقول إن منة شلبي اتخطبت للمخرج خالد يوسف، بس علاقتهم دي ما كملتش، ده غير إشاعات جوازها من الفنان أحمد عز بسبب صور انتشرت ليهم في الطيارة مع بعض، بس والدتها زيزي مصطفى نفت جوازهم. ومنة شلبي اتكلمت عن تأخر الجواز وقالت إنها بترفض نظرة المجتمعات العربية للجواز على إنه تحصيل حاصل، وأكدت إنه لازم يكون في حب قبل الجواز عشان يستمر. ميسة حمدان. بررت ميسة حمدان عدم جوازها وقالت إنها مستحيل تتجوز من غير حب، وإنها من نوعية البشر اللي مش صعب اقتحام قلوبهم بسهولة. منكرش إني مريت بتجارب في الحب وما اكتملتش بسبب سوء الاختيار، ولكن كل شيء في النهاية نصيب. ميسرة. ما قدرتش تحقق حلم الفستان الأبيض بعد وصولها نص الخمسينات ورفضها للجواز، وبررت ده إنها عاشت تجارب فاشلة في حياتها خصوصا في فترة شبابها، واللي حولت شخصيتها لشخصية بتعتمد على نفسها ومش بتحتاج لرجالة.